أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. أروى عمر تستفز متابعيها بفيديو مقزز تأكل كبدة نية بدون طهي وهي في قمة السعادة. استفزت أروى عمر متابعيها بفيديو جديد ظهرت فيه وهي تعلن عن أكلتها المفضلة، حيث أمسكت بيدها طبق من الكبدة النيئة وظهرت وهي تتناول قطع منها في مقطع أثار اندهاج الجمهور. وهاجمت أروى عمر منتقديها موجهة رسالتها وهي مستمرة في تناول الطبق الذي أعلنت أنه أكلتها المفضلة، وقالت في الفيديو: هذا نعمة ربنا، زي ما بتاكلوها مستوية أنا باكلها نية، وأنا راضية، هي بطني ولا بطنك. وخلال الأيام الماضية تصدرت الناشطة أروى عمر الترند موقع تغريدات تويتر بسبب مقطع فيديو يظهر فيه خطيبها بإطلالة لافتة للأنظار تسببت في موجة من السخرية ضدهما وتوجيه اتهامات له بالتشبه بالنساء بسبب ظهوره بصبغة شعر باللون الأصفر. ونشرت أروى مقطع الفيديو في حسابها الموقع سناب شات، وظهرت فيه وهي تسأل خطيبها إبراهيم ما أستاهل نص مليون مهر، ليرد عليها قائلا: تستاهلين مليون. وتداول مستخدمو موقع التغريدات مقطع الفيديو بتعليقات ساخرة من مظهر خطيب أروى عمر مطلقين وسم إبراهيم، والذي تصدر بدوره قائمة الترند في تويتر. وإلى جانب وسم إبراهيم تصدرت أروى عمر ترند موقع التغريدات بوسم زوج أروى عمر، حيث أعاد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي نشر الفيديو المثير للجدل بإطلالة خطيبها، معلقين عليه بتعليقات ساخرة من إطلالة خطيب أروى عمر وأخرى عن الحديث المتداول بينهما، حيث تحدثت أروى عمر عن مهرها وقالت أنه سيكون نصف مليون ريال، وإنها ستدعو الفنانة بلقيس للغناء في فرحها. أروى عمر هي فتاة سعودية ولدت في مدينة الرياض، تحمل الجنسية السعودية، حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد قسم الفنون الجميلة وحصلت فيها على درجة الامتياز. واشتهرت أروى عمر بسبب عرضها أعمالها الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر أروى عمر من الفتيات الماهرة في الرسم، وبذلك أصبح لها قاعدة جماهيرية تضم صغار السن والكبار. أوريني الكبدة أشوف، أبغى الكبدة طازة. هنا أبني قطعة، يعني أبني صغيرة. يا والله العظيم باكلها. لا لا، حتى أغسلها وأكلها. أكبر شوية. لا لا، مو كذا مرة صغيرة صغيرة، يعني فتة كبيرة شوية. يا ايوه، اشوف ابني هذه، خلنا اغسلها واكلها. يقولوا لي يا جماعة انه يجيب الدم، ترى صدق والله يجيب الدم. نشطفها زي كذا يا جماعة، ناكلها فنانة. يلا حتى انك كبدة ثانية، خلنا نغسلها ثاني وناكل. ما فيها شي يا جماعة. لا حد يقول ولا حد يقول حاجة، بالعكس كبدة نعمة ربي، تزود الدم وتزيد النشاط كذا، فنانة عينها كأني حرمة الشيطان. جالسة أكلت، بالعكس غسلتها بيدي، مجغتها وغسلتها وقلت بزرط. الحمد لله طعمة، وزيدا أشرب عليها موية عشان تنزل من على قلبي، وما فيها شي يا حبايبي. الله والله إنها طعمة. والحين الطبق المفضل. طبعا في ناس كثير بيقولون لا غلط، لا بالعكس، هذا عشان أنا عندي فقر دم،
الكبدة النية طبعا أنا من الناس اللي ما أكلها مستوية أبدا، ما أكلها خالص، يعجبني من الذباح. تمام، أخليه يمزق لي مزقة من النص ويقطعها لي كده إربن إربن، وأغسلها وأقول بها كده. الله. يا الطعم بيوديك أيام زمان، أيام البلد، أيام باب شريف. البلد أيام باب وخلوني أعين واحدة تقول بس دي قرف ودي هذه نعمة ربنا، زي ما تاكل إنها هي مطبوخة أنا أكلها وهي نية. تمام يا راعتي مقززة ومنرفزة، ادري بك يا راعة من تم مقززة ولا منفزة. أنا لحجية، أنا كله أنا راضية، بطني ولا بطنك. غسل يدي وهب لي مويه